في الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الفرق ما بين الخدمه العسكريه في المغرب والخدمه العسكريه في الجزائر. غادي نشوفوا شروط التسجيل ومده الخدمه وشحال كيتقاضاو المجندين اثناء داك الفتره هذيك. غادي نعرفوا كلشي في هذا الفيديو ان شاء الله، ولكن قبل ما نبداو الا كنتي اول مره كتزور القناه ديالي ما تبخلش عليا بالاشتراك باش يوصلك ان شاء الله كل جديد، ونبداو على بركه الله. ونبداو بدوله الجزائر. بالنسبه للشروط، العمر ما بين 19 الى 30 سنه، أن يكون جزائري الجنسية بطبيعة الحال ولا يعاني من أمراض تمنعه من الخدمة العسكرية، وأن يكون قد أكمل التعليم الإلزامي حسب القانون. في الجزائر مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هي ما بين 12 شهر إلى 18 شهر، ما بين سنة إلى سنة ونصف. ودابا غادي ندوزو للرواتب والمستحقات اللي كيتقاضاهم المجند أثناء الخدمة العسكرية في دولة الجزائر. في دولة الجزائر يتقاضى المجند شهريا ما بين 10,000 دينار إلى 25,000 دينار، أي من 650 درهم مغربية إلى 1650 درهم مغربية. يعتمد ذلك على الرتبة بالإضافة إلى الوجبات، السكن والزي العسكري. أما بالنسبة للإعفاء إعفاءات لبعض الطلاب اللي مازالين كيتابعوا الدراسة ديالهم، الحالات الصحية تمنع الخدمة، وأبناء الوحيدين للعائلة. هادو هما الحالات اللي كيتعفاو من الخدمة العسكرية في دولة الجزائر. ودابا غادي نتحدثوا على التجنيد الإجباري في دولة المغرب. بالنسبة لشروط اجتياز الخدمة العسكرية في دولة المغرب، العمر ما بين 19 ل 25 سنة، الجنسية المغربية بطبيعة الحال، أن يكون لائقا صحيا وبدنيا، وأن يكون قد أكمل التعليم الأساسي على الأقل الشهادة الابتدائية أو الإعدادية حسب متطلبات السنة. أما بالنسبة لمدة الخدمة العسكرية في المغرب 12 شهر، أي سنة واحدة. أما بالنسبة للرواتب التي يتقاضاها المجندون أثناء اجتياز الخدمة العسكرية في دولة المغرب، يتقاضى المجندون شهريا ما بين 1050 درهم إلى 2050 درهم، بالدينار الجزائري ما بين 16,000 إلى 31,000 دينار جزائري. أما بالنسبة لشروط الإعفاء في دولة المغرب، الإعفاء الطلاب الذين يتابعون دراستهم، الحالات الصحية التي لا يمكن أن تجتاز الخدمة العسكرية، الأبناء الوحيدين للعائلة هما أيضا كيتعفوا من الخدمة العسكرية. أما بالنسبة للروتين اليومي تقريبا متشابه: تدريبات بدنية يومية، مهارات عسكرية أساسية، الانضباط العسكري والواجبات اليومية في المعسكر. الخلاصة، ما كاينش واحد الفرق كبير ما بين التجنيد الإجباري في المغرب ولا في الجزائر، فقط بعض اختلافات بسيطة. حتى لهنا غادي يكون سال الفيديو ديال اليوم. بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.